في أولى ليالي رمضان المبارك النادي الأهلي يهدي جماهيره فوزا ثمينا على الجونة رغم السيطرة من الجونة وضاعت الفرص الكثيرة، ولكن الشناوي تصدى لها ببراعة. ولكن تأتي الدقيقة 35 وبن شرقي يرسل عرضية رائعة على رأس إمام عاشور الذي لم يتهاون في إحضارها إلى الشباك ليعلن تقدم النادي الأهلي 1-0 على الجونة. وبهذا الهدف انتهى الشوط الأول والمباراة بنتيجة 1-0 للنادي الأهلي، وإمام عاشور رجل المباراة. وبهذه النتيجة النادي الأهلي يحتل الوصافة مؤقتا حتى مباريات اليوم، حيث يلتقي في 9:30 النادي الزمالك ضد حرس الحدود، والمباراة الثانية بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا. هل الأهلي سيظل في الوصافة أم الزمالك وبيراميدز لهم رأي آخر؟